طول ما انت معاك تليفون وبتشوف الفيديو ده يبقى انت لازم تكون فاهم سايبر سيكيورتي. طيب سريعا كده وانا قاعد بجهز للمحاضرة بتاعتي كمان شوية، جه في بالي معلومة مهمة جدا ان انت تخلي بالك منها، وهي ان 80% اصلا من الاتاكس اللي بتحصل حوالين العالم مش عشان الهاكر ده قوي جدا او معاه تولز وتسع شاشات بيستخدمهم. لا، الموضوع ابسط من كده بكتير. هو بيلعب عليك لعبة حلوة جدا في السوشيال انجينيرنج، وبيبدأ ان هو يعرف عنك معلومات او ان هو يجمع منك المعلومات بطريقة تخليك من غير ما تحس تثق فيه كده وتديله المعلومات اللي عندك كلها، وبعد كده تكتشف ان البيانات بتاعتك كلها راحت او فلوسك كلها اتسحبت او ايا كان. فخلي بالك ان السايبر سيكيورتي هو مش بس تراك للناس اللي عايزه تنزل تشتغل في بنوك وشركات، لا، السايبر سيكيورتي تراك مهم جدا ان انت تكون عندك فيه معلومات قويه حتى لو انت يوزر عادي. طول ما انت معاك تليفون وبتشوف الفيديو ده يبقى انت لازم تكون فاهم سايبر سيكيورتي. فلو عايز انزل لك فيديوهات اكتر عن ان انت ازاي تتاكد ان اللينك ده كويس ولا خطر، او ان انت امتى تحط البيانات بتاعتك وامتى تقفل الموقع، اعمل لي فولو ولايك عشان تشوف الفيديوهات الجايه واحنا بنتكلم عن سلسله التوعيه الامنيه.